والله الواحد بقى بيتفرج على الاهلي وهو ساكت ومش عايز يتكلم ومستني مثلا تطوير، مستنيين اي حاجه، لكن كده خلاص بقى قضينا خلاص، وشكلها مفيهاش تطوير ولا نيله، ولازم نطلع نتكلم بقى. بعدين بس يعني انا عايز افهم حاجه، دي مناظر اللعيبه تاخد 100 مليون و90 مليون و40 مليون؟ ده انا شفت الكوره امبارح لشريف، الكوره جايه له، ويعني الكوره جايه له والجون على شماله قام حطها في اتجاهه وهو بيجري. طب ده انا اقول له ايه طيب؟ بعدين انا عايز افهم حاجه، يعني هي اللعيبه دي لازم يعني هما مكتوب في عقدهم كده ان هما لازم يستلموا الاول قبل ما يبصوا؟ انا بشوف يعني لما يكون مثلا تريزيجيه مفتوح له وبن شرقي ومش عارف ايه بيستلم، تلاقي لاعب بيستلم ويقعد يعمل شويه حركات، ما تفهمش هو بيعمل كده ليه اصلا. بعدين انا بصراحه يعني كوره شريف دي انا مش فاهمها ومش قادر اتخطاها. دي كوره تطلع مثلا من واحد بياخد 40 30 مليون جنيه، دي كوره تطلع مثلا من واحد ياخد 300 جنيه وجبه بروست. بعدين يا جماعة أنا عايز تسريب عاجل لعقد بن شرقي. أصل الحل الوحيد إن بن شرقي يضيع كل الكور دي بالأمانة يعني إن هو مكتوب في عقده لو هو جاب جون الأهلي هيدفع غرامة لفريق المنافس. مفيهاش حل تاني، مفيهاش. احنا إن شاء الله بس نكسب الزمالك في الماتش الجاي ده، ويعني كل الدنيا دي تتحل إن شاء الله. الله لا تسهل.